المنتخب المغربي وخماسية قاسية أمام نظيره منتخب الغابون 5-1. نجم المباراة يمكن براهيم دياز الذي سجل هدفين رائعين. نجم ريال مدريد العائد حديثا من الإصابة يقدم مباراة رائعة جدا مع أسود الأطلس. مباراة خماسية قوية أمام منتخب الغابون بملعبه في الغابون، خماسية قوية جدا لأسود الأطلس، المنتخب الذي بالفعل قد تأهل مسبقا لكان 2025 يستمر في تقديم أداء قوي جدا. الصباري أيضا قدم مباراة أكثر من رائعة رغم مشاركته كبديل، ولكن أثبت صراحة على أحقيته مستقبلا في المشاركة بشكل أساسي مع كتيبة وليد الركراكي. مراوغات رائعة، مراوغات بستيل برازيلي مع المنتخب أسود الأطلس، وسجل هدف أكثر من رائع، تمريرة حاسمة للصباري، وأيضا هدف في مشاركة يمكن 30 دقيقة فقط. أداء رائع جدا للصباري. وكل من شاهد المباراة أيضا لاحظ بأن هناك عيوب دفاعية قليلا لمنتخب أسود الأطلس. في رأيي يجب على الركراكي أن يعالج هذه المشاكل، خصوصا أنه تم نوعا ما معالجة المشاكل الهجومية ولا مشاكل العقم الهجومي الذي كان بالمنتخب المغربي في النسخ السابقة. حاليا أصبح المنتخب المغربي ينتصر بنتائج كبيرة جدا نظرا لتعدد الحلول والخيارات في الخط الهجومي، ولكن بدأت تظهر مشاكل قوية وخطيرة، خصوصا ظهرت وبانت في أول دقائق المباراة بالخط الدفاعي. فعلى الركراكي حل هذه المشكلة لأن الكان القادم اقترب بالفعل ولم يبقى الكثير من الوقت. إذا عجبكم المقطع لا تنسوا متابعتي زياد بن يوسف.